السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد عقيرو. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن الجزء الثاني من What is a Computer، وهو السوفت وير. السوفت وير فيه جزئين، وهما تعالوا كده نبدأ واحدة واحدة. أول حاجة، إحنا في عندنا السيستم، في عندنا الابليكيشن. ده بالنسبة للسوفت وير. طيب إيه هو السيستم وإيه هو الابليكيشن؟ السيستم كده من اسمه بيقول إن هو ليه علاقة بنظام تشغيل أو تحكم، أو حاجة زي كده، ليه علاقة بسيستم بيتحكم في السيستم كله، يعني هو اللي بيشغل الكمبيوتر كله. وهو ليه اسم تاني، هو الأوبريتنج سيستم أو الأو إس. أكيد معظمنا يسمع عن الإيه، نظام تشغيل أو الأو إس. هو مسؤول عن إن هو يشغل كل الهاردوير اللي موجود عندي في الكمبيوتر. علشان تعرف كل أجزاء الهاردوير، هتشوف هسيب لك اللينك في الفيديو دوت عشان تتفرج على الفيديو اللي فات. زي الفل لحد كده. يعني ببساطة إن السيستم ده أو الأوبريتنج سيستم بيعمل إيه؟ أنا مثلا لو دوست على الزرار في الكيبورد، الأوبريتنج سيستم ده أو النظام التشغيل ده هو هيقول لي إن أنا عايز أعمل إيه بالظبط. أو لو دوست مثلا على زرار الباور، هيقول لي إن أنا هبدأ أشغل الكمبيوتر. ونفس الكلام لما أدوس على الماوس برضه هيفهم إن أنا عايز أعمل حاجة معينة. حد كده تمام. طيب ايه بقى هو نظام التشغيل؟ هو يا ترى في نظام واحد ولا في كذا نظام؟ اكيد طبعا في كذا نظام. هو في عندنا الويندوز، وده طبعا مشهور جدا لان معظمنا بيستخدمه. بيستخدم النظام التشغيل هو الويندوز. وده في منه طبعا فيرجنز كتير، من أول اللي هو الحاجات القديمة اللي كانت دوس، وبعد كده اكس بي، وبعد كده 7 و8 و8.1 و10 و11. فكل حاجة بيكون فيها شوية تحديثات مختلفة عن اللي قبلها. ده بالنسبة للويندوز. في عندنا برضو اللينكس، وده بيكون للناس اللي هي بتحب تعمل هاكينج أو ليه علاقة بالكلام دوت. ده نظام تشغيل زيه زي الويندوز بالظبط. والاختلاف ما بينه إن هو أوبن سورس، يعني في ناس بقى ديفلوبر أو في ناس بروجرامر عايزين يطوروا مثلا في حاجة معينة في اللينكس، فبيروحوا يطوروا في اللينكس لأنه هو أوبن سورس. ممكن لما نتكلم عن يعني إيه هو أوبن سورس والكلام ده بعد كده. وفي عندنا ال OS X، وده طبعا نظام تشغيل بتاع ماك. الناس اللي بتشتغل على الماك بيكون نظام التشغيل بتاعه هو OS X. طبعا في فيرجنز زي الويندوز. وفي عندنا للموبايل، في عندنا الاندرويد، نظام تشغيل الاندرويد. في نظام تشغيل للايفون اللي هو الاي او اس. اما بالنسبه للابلكيشن، فدي اي تطبيق موجود عندنا على الكمبيوتر. في شركات بتعمل التطبيقات دي، او في ناس مبرمجين عاديين يقدروا يعملوا التطبيقات دي. من ابسط التطبيقات الموجوده عندنا زي الاله الحاسبه. ده تطبيق بسيط جدا بيجي مع الويندوز، بس هو تطبيق. ايه الشركات اللي بتعمل تطبيقات مشهوره جدا زي الاوفيس، وده بنستخدم فيه الوورد والاكسل والباوربوينت. فده اتنين من التطبيقات. في تطبيقات كتير جدا عندنا نقدر بننزلها من على النت، او احنا لو اتعلمنا برمجة تطبيقات نقدر نعملها. طبعا معظمها العاب برضو الابليكيشنز دي، فدخلت على الجزء بتاع الابليكيشن. يعني احنا قلنا التطبيقين دول بس نتكلم عنهم. تعالى نتكلم عن لغات البرمجة. لغة الكمبيوتر هي الماشين لانجوج، ودي هي عبارة عن زيرو وواحد. طيب عندنا أول جزء احنا هنقسمها لثلاث حاجات: البروجرامينج لانجوج، اللو ليفل لانجوج، ودي لغات بتكون الكتابة بتاعتها قريبة جدا من لغة الآلة أو الماشين لانجوج. ودي مثال على اللو ليفل لانجوج هو طبعا دي الهاي ليفل لأبعد. بالنسبة لللو ليفل الاسمبلي، الاسمبلي كده بتكون صعبة جدا لأن أنت بتكتب instructions، والinstruction دي بتبقى عبارة قريبة جدا جدا من الزيرو والواحد. يعني حاجات كده بتقول مثلا add 1 و 2 عشان يجمع الواحد والاثنين. بالنسبة للهاي ليفل لانجوج دي بتكون قريبة جدا لينا احنا كبشر،
أو قريبة جدا من لغة الإنجليزي. وأمثلة على الهاي ليفل لانجوج بتكون الجافا، لغة الجافا، والبايثون. طبعا لغة البايثون من اللغات المشهورة جدا، وبقى في ناس كتير جدا بتتعلمها بسرعة، وليها استخدامات كتيرة جدا 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 وسهلة عشان هي هاي ليفل لانجوج. وفي عندنا بقى في النص في عندنا الميد ليفل لانجوج، ودي لغة هي مش صعبة جدا جدا زي الاسمبلي، ونفس الوقت مش سهلة جدا زي الجافا ولا البايثون. هي عندنا زي السي، لغة السي، ولغة السي بلس بلس. السهم اللي جنب ده بيبين لنا ان احنا كل ما بعدنا عن المشين لانجوج كل ما كانت اللغة سهلة او قريبة جدا من لغة الانجليزي. طيب هنيجي بقى للي بعد كده. هو ليه في لغات برمجة كتير جدا زي ايه؟ زي عندنا السي، وعندنا السي بلس بلس، وعندنا الجافا، وعندنا السي شارب، وعندنا البايثون، وعندنا البي اتش بي. دي كلها لغات برمجة، وفي أكتر من كده بكتير جدا. في لغات برمجة كتير جدا. طيب ليه بقى؟ ده هياخدنا للسلايد اللي بعد كده، اللي هو الناس المبرمجين يقدروا يعملوا إيه؟ يقدروا يستخدموا بايثون عشان يعملوا تطبيقات على الكمبيوتر، على الديسكتوب، ويعملوا حاجات ليها علاقة بالويب. فده كده البايثون. ويقدروا في برضو عندنا يقدروا يشتغلوا موبايل ديفلوبر، يعملوا تطبيقات على الموبايل باستخدام الجافا. وفي ناس بتبقى شغالة جيم ديفلوبر، إن هم يقدروا يعملوا تطبيقات أو يعملوا ألعاب، دول بيستخدموا بعض لغات البرمجة. وفي عندنا الويب ديفلوبر، دول يقدروا يستخدموا حاجات زي البي اتش بي. طبعا احنا هنا قلنا أمثلة للناس البروجرامر بيشتغلوا إيه. لو جينا للسلايد اللي قبل كده اللي هو بيقول لك إن احنا ليه عندنا لغات برمجة كتير، عشان كل لغة برمجة بتستخدم لحاجة معينة. كل لغه برمجه تستخدم حاجه معينه. عندنا السي والسي بلس بلس نقدر نعمل بيهم تطبيقات على الكمبيوتر، وكمان نقدر نستخدمهم. مثلا السي نقدر نبرمج بيها الحاجات الهاردوير. مثلا عندنا البايثون نقدر نستخدمه في الويب ديفلوبمنت، ونقدر نعمل بيه ابلكيشن على الكمبيوتر. بالنسبه للجافا نقدر نستخدمها مثلا في الموبايل ديفلوبمنت. وبالنسبه للجيم ديفلوبمنت نقدر نستخدم السي بلس بلس والسي شارب. عشان كده احنا عندنا لغات برمجة كتير، عشان كل لغة برمجة بتستخدم حاجة معينة. ده كده كان نهاية الفيديو بتاع الوات از كمبيوتر سوفت وير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.